أهلا بيكم متابعينا الأعزاء في كل يوم حدوتة. في البداية كده لو انت بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، لو بتشوفنا على الفيسبوك أو التيك توك أو انستجرام ما تنساش تعمل فولو للأكاونت وسي فيرست عشان توصلك الحواديت كل يوم أول بأول. هيكون ميعادنا بشكل يومي الساعة 8. ويلا بينا نشوف الحدوتة النهاردة من فيلم ايه. يلا بينا. وحدوتة النهاردة من فيلم كلنا بنحبه، الغزالة بامبي. والحدوتة بعنوان آداب الحديث. خرج بامبي ووالدته ليتمشيا كما يفعلان في الصيف، وكالعادة توقفا عند بحر الأرانب حيث يعيش أرنوبا. وسألت والدة بامبي: كيف حالك اليوم يا أرنوبا؟ فقال: كنت سأصبح أفضل حالا لو لم تقم أمي بإعطائي حماما سخيفا. فوبخته والدته وقالت له: أرنوبا، كن مهذبا. وسمحت الوالدتان لبامبي وأرنوبا بلعب الاستغماية، ولذلك اتجه إلى داخل الغابة، وأعطى بامبي ظهره لأرنوبا وأغلق عينيه وبدأ في العد: 1، 2. أنقذني من نجدة، بامبي، أنقذني! صرخ أرنوبا فجأة. استدار بامبي ليرى أرنوبا وهو يقفز في اتجاهه، في عينيه نظرة فزع. بعد لحظات ظهرت دبة من كهف قريب مع 3 دبب صغار تمشي ببطء خلفها. وبالرغم من أن أرنوبا كان يشعر بالذعر، فقد كان لا يزال قادرا على التحدث بكلام فظ. فقال: إنها أسوأ مخلوق رأيته في حياتي. قالت الدبة الأم: معذرة، أولا تدخل بيتي وتزعج أطفالي، ثم تقول علي سيئة. أعتقد أنك تدين لي باعتذار. همس بامبي: افعل ما قالته لك، أعتذر. قال أرنوبا وهو يتلعثم: أنا آسف لأنك سيئة للغاية. صاح بامبي: أرنوبا، هذا ليس مضحكا. بدأ أرنوبا حائرا وقال: لم أكن أحاول أن أبدو مضحكا. قالت الدبة الأم بصوت مرتفع: حاول ثانية. مم. حاول أرنوبا ثانية: أنا آسف لأنني أزعجت صغارك. أنت تبدين تماما مثلما يجب أن تبدو الدبة الأم، يعني كبيرة ولطيفة. وقبل أن تترك الدبة الأم أرنوبا وبامبي يرحلان، قالت لهما: كما أقول دائما لأطفالي، الأخلاق أمر مهم، تذكرا ذلك. جرى بامبي وأرنوبا إلى المنزل بأقصى سرعة ممكنة. وعندما وصل إلى منزل أرنوبا، قالت والدته في الوقت المناسب تماما من أجل تناول غذاء لذيذ من الخضروات. وكان أرنوبا على وشك أن يقول لوالدته كم هو كريم طعم الخضروات، ولكنه غير رأيه وقال لها: أشكرك يا أمي، هذا يبدو رائعا. فابتسمت والدته بابتهاج وقالت له وهي في منتهى السعادة: يا لها من أخلاق رائعة، أعتقد أنك أصبحت تستمع لما أقول. وتصبحوا على خير يا حلوين. لو عجبتك الحدوتة ما تنساش تكتب لنا رأيك في التعليقات وتعمل لايك وتعمل فولو للبيج وتشير الفيديو ده عندك لو عندك أطفال أو لأصحابك اللي عندهم أطفال، وتساعدني على إن المحتوى ينتشر. وأشوفكم في حدوتة جديدة وهنبقى مع بعض إن شاء الله بشكل يومي في كل يوم حدوتة.